في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، صرح الرئيس الجزائري وقال أن قطع العلاقات مع المملكة المغربية صيف سنة 2021 كان نتيجة تراكمات منذ سنة 1963. وبرر الرئيس الجزائري هذا القرار الذي اتخذته الدولة الجزائرية من جانب أحادي أنه كان البديل للحرب بين الدولتين، وأكد ككل مرة على أن الوساطة غير ممكنة بين البلدين. كما أضاف أن النظام المغربي هو من سبب المشاكل وليس الشعب، فهناك 80 ألف مغربي يعيشون في الجزائر بكرامة. وفي سؤال حول إمكانية عودة الهدوء للعلاقات الجزائرية الفرنسية، قال الرئيس الجزائري: على فرنسا أن تتحرر من عقدة المستعمر والجزائر من عقدة المستعمر، وأنه بعد مرور 60 سنة من استقلال بلاده من الاستعمار الفرنسي يجب المرور إلى مرحلة أخرى. فإذا كانت الذاكرة تشكل جزءا من جيناتنا المشتركة على حد قوله، فإننا نتشارك عدة مصالح أساسية رغم اختلاف الرؤى حولها. كما دعا الرئيس الجزائري الجانب الفرنسي إلى تنظيف نفاياتها النووية بمواقع التجارب والتكفل بضحايا هذه التجارب في عين المكان، في إشارة إلى التجارب النووية في الصحراء الجزائرية. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر. شكرا على المتابعة.